يقول أين مآل أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأولاد فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. فذهب جماعة من أهل العلم أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو الجواب المعتبر، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، أن الجواب ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، والمعنى أن مآلهم في الآخرة على حسب علم الله فيهم إن عاشوا، فالله يعلم أن ذلك الولد إذا عاش هل سيدخل في الإسلام أم سيكون من الكافرين ومن المشركين، فيوم القيامة يمتحنون على ذلك العلم السابق. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه الخير إن عاش فإنه يوفق في الامتحان، والامتحان أن يؤمر بدخول النار، فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما ثم صار مآله إلى الجنة. ومن علم الله عز وجل منه أنه لو عاش لكان كافرا فإنه لا يوفق في الامتحان في الآخرة، فيؤمر بدخول النار فيأبى أن يدخلها ثم يجر إليها جرا ويكون من أصحاب السعير. وما جاء في حديث سمرة الطويل الذي في صحيح البخاري لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عنده مجموعة من الولدان، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فإما أن يحمل هذا على الحياة البرزخية، وإما أن يقال هؤلاء الذين علم الله عز وجل منهم الخير إن عاشوا، فإما أن يقال هذا في الحياة البرزخية، والامتحان إنما يكون بعد البعث والنشور، وإما أن يقال هذا محمول على الأولاد الذين علم الله عز وجل منهم الخير إنهم عاشوا. والمسألة فيها نزاع كبير، ومن أحسن من بسط القول فيها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في جملة من مؤلفاته، ومن ذلك أحكام أهل الذمة، فإنه توسع وذكر المذاهب وبسط القول في ذلك، وهكذا في عدة كتب، نعم عدة كتب تكلم حول هذه المسألة رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.